فانا حقيقي مش بتقل عليك، انا حقيقي مشغوله بحاجات تانية بسطاني بعملها لنفسي، مشغوله بنفسي لان احنا اتولدنا في مجتمع باباكي اخوكي يعني انا بشوف ناس ستات كتيره جدا تقول لبنتها قومي حطي لاخوكي، قومي اعملي لاخوكي شاي، اعملي كذا. طبعا هو ده مش عيب ومش غلط ولا اي حاجه، انا شخصيا اتربيت في بيت انا بنت عتاهه رجاله، اخواتي ليهم كل الاحترام، ولكن احنا اتربينا في مجتمع الراجل هو نمبر 1. يعني حتى زمان كان الستات تقول لك ايه لما تجيبوا فراخ او تجيبوا لحمه الحته الكبيره تتشال للراجل، فاهمه قصدي؟ يعني على اعتبار ان هو بيشقى وهو اللي كذا، وطبعا دي حاجه جميله برضه انا مش بنكرها، وحتى ماما كانت بتعمل كده، كانت احسن حاجه تتشال لبابا، احسن كذا تتعمل ليه. بس احنا اتربينا ان الراجل رقم 1، لما اخلص له حاجته، لما اظبط له دنيته، لما كل حاجه هو يبقى مبسوط، يبقى كده. لدرجه ان اوقات على ذكر خطافه الرجاله والزوجه الثانيه او ايا ما كان يكون، ان لما الست جوزها بيخونها او بيحصل مشكله حتى لو خيانه عابره مش زواج او كذا، يقولوا لها ايه، ما انت اكيد ناقصك حاجه، ما تروحي تصبغي شعرك، جددي من نفسك كده، شوفي مشكلتك فين. فنرجع تاني لفكره ان المشكله عندها هي بالظبط، مش ان وعلى فكره ممكن تكون عندها، عشان بس ما نبقاش يعني متحيزين، هي ممكن فعلا تكون مقصره يعني او كده، ده موضوع تاني. بس احنا دايما ده انا مش ناسي كلمه تصبغي شعرك دي، روحي جددي شكلك، اصبغي شعرك. هو انا ايه علاقه الصبغه؟ هو انا لو صبغت هيبطل يخوني؟ اصل احس الخيانه دي طبع اكتر منها حاجه عابره او مش عابره، يعني مش عارفه. في مثل انجليزي او يعني اجنبي دايما بيقول لك it takes two to tango. هو احنا مش في العلاقه دي مع بعض ولا انا لوحدي؟ يعني انا هناك وانت هنا ولا احنا مع بعضينا؟ وهي دي فكره التواصل، الكوميونيكيشن. طب هو ايه اللي مضايقك؟ طب وانتي ايه اللي تعبك؟ طب وانتي نفسك في ايه مني؟ طب وانا عايزه منك ايه بالظبط؟ يعني من واحده من الطف الناس خبيره في العلاقات، كانت واحده من الاكسرسايزز اللي بتعملها، بتقول نخصص يوم في الاسبوع او على الاقل مره في الشهر بتاع نقعد كده هو ساعه ننزل نتمشى ولا نشرب قهوه مع بعض، نقول اخبارنا ايه مع بعض الاسبوع ده من غير تنشنه. والله لما حصل كذا حسيت ان انا متضايقه، كان نفسي يوم كذا يحصل كذا. نفهم بعض ازاي؟ يعني نعرف احنا ليه بقى ما بنعملش كده؟ يعني ده سو سمبل، يعني سهل جدا حقيقي. ليه ما بنعملش كده؟ عشان الثقافه دي احنا ما تربناش عليها، اتربينا على كل الحاجات التانية. ان انتي خلينا نتكلم في الحتة بتاعت ان الام المثالية هي اللي ضحت بحياتها كلها وترملت وتيتمت وشحتت وشقت على العيال عشان يطلعوا دكاترة ومهندسين. غير كده هي مش مثالية. فلو هي مجتمع هي دي نظرته ان انتي الشمعة التي تحترق من اجل الاخرين، غير كده انتي اصلا مش هتبقي مثاليه، مش هتبقي كويسه، مش ده اللي احنا مستنيينه منك. انا سمعت لما مره ما تعمليش طلباتي الاول مش هتبقي زوجه كويسه، فانتي قاعده جوه احكام انا فين. فاحنا دلوقتي بتاع دوت انا برجع لنفسي، بتاع انا فين، بتاع انا ما بردش علشان انا كنت في الكلاس، انا ما رديتش عشان انا دلوقتي قاعده بتكلم معاكي احنا في البودكاست، لما نخلصه هرجع لتليفوني واعمل حاجات تانية. لكن فكره ان انا حياتي كلها مفرغه غير ان انا اكون ديديكيتد ليك، وغير كده هو تحب الست مش كويسه فميقول لي لا على فكره مش ده اللي بيحبه، علشان بتبقي الضمانتي وجوه الجيب روحي اعملي عكس ده هزي. هي دي ايوه، هي فكره الضمان، فكرة ان الراجل بياخد الست فور جرانتد، فهي خلاص عارف انها موجوده مش تقدر تعمل اي حاجه، فبيبتدي يطلع يشوف بقى حياته بره. ايه العلاقه الغريبه دي اللي انا عايزاها على طول قلقان ان انا همشي واسيبه؟ انا بقول ركزي مع نفسك وحبي نفسك وانشغلي في حاجات بتحبيها. هي ساعتها كأن بدل ما مخك كله وكونك كله داير في فلك وما انتيش دريانه بحاجه من اللي بتحصل بالحياه